السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد من مطبخ ام انس. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بريوش ديال الشهده بالشكلاط. اقتراح سهل بزاف اللي تقدروا تحضروه للفطور ولا للكوطي. كيجي صراحه لذيذ بزاف، كيجي خفيف وقطني رائع جدا وبمكونات بسيطه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتبقاو معايا للاخير. مرحبا بكم وفي انتظار التشجيعات ديالكم. جيمو بارطاج للفيديو فاللي يخطيكم عليا، وبسم الله على بركه الله. نبداو في طريقه تحضير الوصفه. في المكونات عندي نصف كاس من السكر، واحد الساشي ديال السكر بنكهه الفانيليا، ونديرو هكا واحد المعلقه ممسوحه من الخميره ديال الخبز، معجونه او خميره حبيبات حسب المتوفر. ممكن تزيدوا في الكميه ديال الخميره شويه حسب الجو الا كان الجو بارد. ودابا غادي نضيف كاس واحد من الحليب، حليب يكون دافئ جيدا، او ممكن ديروا كاس من الماء دافئ جيدا ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره. غادي نخلط مزيان مزيان بالطراب يدوي. سبقنا الخميره والحليب والسكر باش كتذوب الخميره دغيا وكتفاعل لينا مع الحليب والسكر. تقريبا غادي نخلط هنايا واحد نص دقيقه، غير شي شويه، ومن بعد غادي نضيفوا المكونات اللي بقات. منها نصف كأس من الزيت، زيت نباتي، وعندي هنايا بيضة. فصلت الأصفر عن الأبيض. الأبيض غادي نضيفه مع العجينة، والأصفر غادي نخليوه به إن شاء الله غادي ندهنوها في الآخر. نحتاجو غير بيضة واحدة. وكذلك غادي ندير شوية ديال المليحة، تقريبا راس معلقة صغيرة ديال الملح، ونعاود نخلط مرة أخرى بشكل جيد. ودابا غادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه. الدقيق يكون مغربل من قبل، والدقيق اللي استعملت الدقيق الابيض. وبالنسبه للعبار درت هنا 400 غرام، غادي نحتاجها كامله، غير هي غادي نضيفها بالتدريج بشويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه تكون رطبه وعجينه متماسكه وزوينه. هنايا ممكن تكملوا العجينه باليد ديالكم ولا عجنوها في الاله ديال العجن. العجينه شي شويه كتلصق في اليد، يعني الا متوفره عندكم الاله ديال العجن يكون احسن. مهم انا غادي نبقى نعجنها غير بشويه بشويه، والعجينه شي شويه كيف قلت لكم كتلصق في اليدين بحال هذا الشكل. خدمتها حتى كنحصلوا على عجينه مرخوفه. من بعد مشيت غسلت يدي من العجينه، وغادي نرجع ندير تقريبا واحد غير داكشي اللي كيبقى في الكاس. يعني فاش كنكبوا الكاس ديال الزيت وكيبقى فيه داك شويه، هذاك شويه هو اللي دهنت به. وغادي نحاول نجمعها هكا، غير نجمعها، يعني ما كندلكوهاش يدليك، غير كنجمعوها حتى كنحصلوا على عجينه تكون رطيبه بحال هكا نهائيا. العجينه ديالنا ما نقصحوهاش، رطيبه كتبقى العجينه. دابا غادي نغطي عليها ببلاستيك غذائي، وغادي نغطي عليها بواحد الثوب ونخليوها ان شاء الله تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها ما بين 20 حتى ل 30 دقيقه. داك الاصفر ديال البيض حتى هو ضروري ما نغطيوه، لانه بعض المرات كننسى ما كنغطيهش، كنرجع من بعد كنلقاه تشكلت فيه واحد الطبقه يابسه من الفوق. ضروري حتى هو نغطيوه. هنايا من بعد العجينه ديالي ما اختمرت، تقريبا خليتها واحد نص ساعه. غادي نرجع ننزلها فوق سطح العمل، كنستعين بشي شويه ديال الزيت، وغادي نديها ونجيبها حتى كيزول من هذاك الهواء. ودابا غادي نقسموا العجينه ديالنا، غادي نحاول نقطعها هكا طريفات اللي من بعد غادي نشكلوهم كويرات. الكويرات نتوما على حسب الرغبه، واش تبغيو هم هكا يكونوا شويه كبرين ولا شويه صغيورين. كاين اللي كيبغي الشهده تكون هكا صغيورين، على حسب. انا غادي نديرهم هكايا بحجم ديال الكريسات، يعني يبقاو هكا شي شويش كبيرين، وانتوما على حسب الرغبه ديالكم في الحجم ديال هاد الكرات هادو. غادي نستمر ان شاء الله بالتشكيل ديالهم. العجينه اللي بقات كامله من بعد ما كورت العجينه، هنايا غادي نطيبوهم في هذا المول ديال الكيك. هذا المول ديال الكيك فرشت فيه الورق، كنتبتو بشويه ديال الزبده، وكنقطع الورق على قد يعني القطر ديال هذا المول ديال الكيك، وكنتبتو بالزبده. ومن بعد دهنتو غير بالزيت ورشيت بالدقيق. بغيتو دهنوا بالزبده دهنوا بالزبده، انا مهم دهنت غير بالزيت وسميتو ورشيت بالدقيق حتى داك الجناب اللي طالعين حتى هما دهنوهم شي شويه.
ومن بعد كناخذ كل كره من العجين كنوضعوا فيها واحد المربع ديال الشكلاط الاسود صافي، وكنشدوا عليه مزيان مزيان من التحت ونحاولوا نشدوا باحكام، يعني باش من بعد ما يتحلوش ليكم في الفران في الطياب. بهذا الشكل ضروري ما كنضغط مزيان مزيان على العجينه وكنتاكد انها يعني لاصقه مع بعضها العجينه بشكل جيد. وفي هذه المرحله هذه حاولوا ما تستعنوش يعني بالزيت، لانه العجينه ما كتبقاش كتلصق في اليدين، لانه الزيت ما كيخليش العجينه تلصق على اختها مزيان. وكنحطوهم في المول وحده حدا وحده وكنخليو بيناتهم تقريبا هكا 1 سنتيم، ما كاملش هكا، المهم كنخليو بيناتهم شي شويش ديال الفرق باش يعني يلقاو من بعد ملي يختمروا ويطيبوا في الفران يلقاو يعني فين يزيدوا. ونستمر ان شاء الله بنفس الطريقه. المهم كل كره ديال العجين كنوضعوا فيها مربع ديال الشوكولاط الاسود. ممكن من طبيعه الحال عوض هاد المربعات ديال الشوكولاط الاسود تستعملوا الشوكولاته ديال الدهن ايضا ممكن، او تستعملوا مربى اللي بغيتو يعني بالمذاق اللي بغيتو، هكا معلقه صغيره معلقه صغيره في كل وحده. حتى هاد المربعات الشوكولاط بغيتو وضعوا 2 مربعات ديال الشوكولاط اللي كيبغي الشوكولاط بزاف، بغيتو ما ديروا فيهم حتى شي حاجه، بغيتو ديروا فيهم ايضا الجبن المثلث او الجبن المربع اللي بغيتو، يعني الحشوه ديالهم ان شاء الله كتبقى اختياريه وعلى حسب الرغبه ديالكم. رجعت جبت داك الاصفر ديال البيض اللي خليت في الاول. هاد الاصفر ديال البيض ما درت ليه حتى شي اضافه، الا بغيتو تزيدوا شي شويش ديال الحليب قطيرات ديال الحليب ممكن. المهم انا ما درت حتى شي حاجه، خليت غير داك الصفر ديال البيض بوحدو لانه العجينه او الكميه ديال العجينه ما عنديش بزاف يعني كافي. من بعد ما دهنتهم مزيان غادي نرش بشويه ديال الزنجلان، وهادو اللي بقاو في الوسط غادي نرشهم بشويه ديال اللوز مهرمش ما محمرش، وغادي نخليها 10 ديال الدقائق تختمر مره اخرى. عاد ندخلوها للفرن مسخن على درجه حراره 200 درجه، شعل غير من التحت حتى كيطيبوا كيتنفخوا من التحت، عاد كنشعل عليهم من الفوق باش كيتحمروا هكا كيجيو هكا مذهبين بهذا الشكل. ونخليوها هكا من بعد ما نخرجوها حتى تبرد واحد شويه ونقدموها بالصحه والراحه. وعلى فكرة ممكن أيضا تطيبوهم وحدات فردية على حسب. فكنتمنى إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. كيجي واحد البريوش قطني وكيجي خفيف، كيجي هكايا خاوي من الداخل، وغير هو الحشوة جاتني قليلة شي شوية، يعني اللي كيبغي هكايا تكون يعني حشوة اللي هي كتيرة فديروا 2 مربعات أحسن من مربع واحد، فهكا غادي يعطيكم يعني حشوه كتيره. المهم هو الوصفه ديال العجينه ناجحه 100% والحشوه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. كان هذا هو اقتراح ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه ديالكم ومشاهدتكم معايا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى لكم ان شاء الله دوام الصحه والعافيه، وفي انتظار التشجيعات ديالكم جيمو بارطاجي الفيديو، وكنتمنى تشتركوا معايا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش معايا فمرحبا بكم. خليت لكم الراحه في هذه الساعه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، فمع السلامه، تهلاو في راسكم بزاف.